الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في الحلقة الثالثة التي عنونا لها بعنوان فوائد مقتطفة من كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كل مرة بنذكر باب اللي هو من عنوان كتاب التوحيد، وبنذكر فوائد نقلها أو قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طيب، مرة فاتت تكلمنا عن باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ووقفنا على فوائد في قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الليلة بعد طوال هنقف مع الآية الثانية ذكر المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. طيب، الشيخ قال وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. أعظم صفات أهل الجنة أنهم بربهم لا يشركون، بيبتعدوا عن الشرك. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، قال: والذين هم بربهم لا يشركون. والشرك أن تجعل الله ند وهو خلقك، حاجة حقت الله تشيلها تديها لعبد الله، اشركت مع الله. الله بيدي الذرية تقول الشيخ بيدي الذرية، والعياذ بالله. الله بنزل المطر تقول الشيخ بنزل المطر، زي ما بيقولوا شيوخ الصوفية عندنا في السودان. الله عز وجل بيحيي ويميت تقول الولي يحيي ويميت. كلها قالوا الصوفية عندنا، ونسأل الله السلامة والعافية. قال: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. طيب، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب قال شنو؟ قال: قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك. فتدبر. قال: ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير، نقل تفسير ابن كثير في هذه الآية وقوله تبارك وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، قال: أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأنه لا نظير له. ابن كثير قال: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، ما بيعبدوا غير الله. وعبادة غير الله يا جماعة كيف؟ يعني مثلا أنت في الشريعة الإسلامية لو حصل لك أي ظرف تقول يا الله تلحقني ويا الله تفزعني من الظرف ده. لو قمت قلت يا المكاشف تلحقني ويا البر تلحقني، انت عبدت غير الله. ليه؟ لأنه الدعاء ده عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دي تبقى مشكلة. عشان ما يقول لك والله نحن نعبد غير الله. كيف يا مولانا؟ نحن نعبد الله، ويقول يا المكاشف تلحقنا، يا الصايم ديما من الهجيمة، يا تروحد من شنو، يا فلان الشيخ الفلاني تلحقني وتفزعني. وده توسل أم ده ما توسل؟ ده شرك، ده دعاء غير الله. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قلت يا الله تلحقني وتفزعني، عبدت الله. قلت يا الشيخ البرعي يا الشيخ المكاشف تلحقنا وتفزعنا، وقعت في الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. والشرك ده بيخلد في نار جهنم. قال: بل يوحدونه، يوحدوا الله، يتوكلوا على الله. برضو من التوحيد انك ما تلبس لك حجاب او تميمه، لا لا لا، ده من الشرك، لانه التمايم دي شرك، ده الحجاب ذاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمه فقد اشرك. طيب، قال: ويعلمون انه لا اله الا الله. بعد ده كله يعبدوا الله ويوحد الله ويعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ودي كلمة التوحيد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إنما قال موسى يا رب علمني شيء أدعوك به وأذكرك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع كلها والأرضين السبع كلها في كفة
ولا إله إلا الله فيك فقال لمالت بهن لا إله إلا الله، لأن كلمة عظيمة. قال أحد صمت لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ده عكس قول الكفار النصارى الذين قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا والله عنده ولد والعياذ بالله، وقالوا والله عنده صاحب والعياذ بالله. ده كله من الكفر والشرك، وده يضاد التوحيد اللي هو يضاد ربنا عز وجل. قال قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وأنه لا نظير له، لا نظير له يعني ما عنده مثيل تبارك وتعالى. كل هذا من التوحيد. طيب ده نقيف لحد هنا، ده في قوله جل وعلا والذين هم بربهم لا يشركون. المرة الجاية إن شاء الله حديث عبد الرحمن بن حسين بن عبد الرحمن الطويل ذكره الشيخ ونقل فيه فوائد، نقيف معه إن شاء الله بحول الله وقوته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.